GTA 6 مش بس بتخليك تلعب، دي بتتجسس عليك وعلى تصرفاتك وبتتعلم منك. اللعبة نفسها بتحلل شخصيتك دلوقتي من غير ما تحس. بس السؤال هنا، هل اللعبة بتراقبك علشان تحسن التجربة ولا علشان تعرفك أكتر من نفسك؟ روك ستار قررت تستخدم الذكاء الاصطناعي الحقيقي داخل اللعبة، وكمان بتحلل سلوكك، وكل ده بيتخزن عندها في سيرفراتها. تخيل انك تفضل تمشي عكسي، اللعبة هتفهم انك بتحب التمرد او ضربت حد، هتتعامل معاك كأنك خطر، او ساعدت حد، اللعبة هتسجل ده برضه. يعني مش بس القصة، دي مراقبة داخل اللعبة. اللعيبة هيبدأوا يخافوا منك، يتجنبوا طريقك، الشرطة هتتصرف معاك بذكاء أكتر، وفي مرة تانية ممكن حد يفتكرك من موقف قديم. يعني اللي بتعمله بيلاحقك أكنك عايش حياة تانية بالظبط. جي تي اي 6 مش بس بتلعبك، دي بتقراك وبتحلل سلوكك وبترد عليك. وده أول مرة تحصل في تاريخ السلسلة كلها، وده معناه إنك داخل عالم مش بيرحم فيه. الفيديو الجاي هقولك إزاي تتعامل مع الذكاء في اللعبة، وكمان من غير ما تتحول لفرط تجارب. وهقول لك كمان ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي يخدمك جوه اللعبة مش يسيطر عليك. استنوا النهاردة الفيديو الساعة 6 المغرب بتوقيت الإمارات.